ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء. من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حداء. من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء، واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، وغزا الظلام وجاء حياك الله حياك الله يا محمد، وعطر الله عن فاسك. لا يعني ليش نروح بعيد؟ وصل الإمام علي عليه السلام لله سبحانه وتعالى ماذا يوصفه في دعاء الصباح؟ يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. هذا وصف الله سبحانه وتعالى جل وعلا رب العرش العظيم، لا إله إلا هو الواحد القهار. هذا الوصف، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. الله يتنزه أن يكون مثل مخلوقاته جل وعلا، وجل عن ملائمة كيفياته. نعم نرى الله بظنوننا، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وكان قبل أن يكون، وعلم بما كان قبل أن يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء قبل أن يكون جل وعلا. هذا الله سبحانه وتعالى، مو هذا وجوه الناظرة إلى ربها ناظرة أفسرها بأنه يوم القيامة هاي how are you my God how are you hi God. المايك راح المايك من عندك. قطع المايك اي محمد خاورون البيت هذا. اي والله هاي ماي جاد، يقول لك شلون تقول هاي ماي جاد؟ نعم انه الوهابيه يقولون وجوه ناظره الى ربها ناظر. نشوف الله قاعد سبحانه، استغفر الله رب العالمين. هذا رب الوهابيه طبعا، هذا خاص بس الوهابيه، قاعد على كرسي مش خاص ارجيله. استغفر الله رب العالمين، حتى الله ما سلم من الوهابيه. يطق بيبسي يا والله ما ادري دينهم هذا، فهمت عليه؟ دائما يسأل أهل الكتاب أن تنزل عليهم، فهمت عليه؟ يعني ينزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الساعة. شوف هذول فيصير عقابهم هيك والله. يعني فهمت هذول حتى الله سبحانه وتعالى حذر عن هذه الرؤية في القرآن، وآيات واضحات فهمت عليه تتكلم عن هذه الرؤية. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكان. ما تقدر، لأنه طبعا لأن الله سبحانه وتعالى نعم فيه، بل هل هذه العقول تدرك؟ لأنه فهمت عليه نفرح ما نقول إحنا ليس بقادر أن يتجلى الله سبحانه وتعالى، بس يعني هذا لا يدركه العقل أصلا ولا يوصل له العقل ولا كذا، فهمت عليه في هذا الأمر. لكن الله هكذا عندما سأل موسى عليه السلام وسأل بني إسرائيل بعد الإلحاح عليه، فهمت عليه حتى يؤمنون برب موسى وموسى بهذا الأمر. لكن حتى هين فهمنا عندما جعل هذا الجبل دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. إذن الإنسان لابد من هذه الأمور يتجرد ويطلب التوبة والغفران، لأنه شك أو اعتقد سوف يرى الله سبحانه وتعالى، لأنه مسألة مو هينة أخي، مو هينة.
لأنه رؤية الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، في هذا الأمر، لابد أن يكون مكان يعني فيزيائي نتكلم. يعني لما أحط العربية قدامي، وهذه العربية السيارة موجودة قدامي وأنا أنظر إليها، هذه المسافة بين النظر وبين البصر وبين هذه العربية، يكون هذا فراغ بيني حتى أرى هذا الشيء، صح ولا لا؟ هذا المكان لا يجد فيها الله، والله هو في كل مكان وجوده، فهمت علي؟ فكيف هين يكون هذا المكان فراغ، فهمت علي، من النظر لله سبحانه وتعالى وكذا؟ هذا من بعد يفسرها الأئمة عليهم السلام: وجوه يومئذ ناظرة أو إلى ربها ناظرة، بهذه الأمور الآية أو كذا فسروها. يعني سوف يرون هذا النعيم اللي ما رأت عين من قبل، ولا هذا معروف عليه بالدنيا، ولا ثمرات من الدنيا ومن الخير ومن العطاء ومن الجنان ومن الانهار ومن نعم الله سبحانه وتعالى. هذا هو التجلي وهذه الرؤية سوف يرونها، لكن كذات الإلهية لا. فالوهابية طايحين في مشكلة، وهذه المشكلة عن جد هي وحدها، فهمت عليه، هي تخليهم يعبدون عبادة مثل ما تعبدها الأديان الآخرة، يعتقدون بالتجزء والتجسم. فهؤلاء الناس عن جد في ضلال مبين، يعني مبين انتهى الأمر. على كل حال، ويجي لك هنا ويقول لك الشيعة كفار ومشركين وما يعرف ربه. يا علي تعرف ربك؟ أنت تعرف ربك؟ أنا أقول لك لا تعرف ربك بالضبط. رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا فهمت اسمع يعني فهمت عليه، ولا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنا. لا عليك وتجيني أنت تتعرفني الإله بدونها. علي بن أبي طالب ما تروح عليه مدينة، بعد مدينة العلم ما توصل لمعرفة الله. روح اقرأ شوف عن علي بن أبي طالب كيف يصف الله، فهمت عليه؟ كيف لما يسألونه شوف كلامه، شوف فهمت عليه؟ كان قبل أن يكون، فهمت عليه؟ شنو معنى كان قبل أن يكون؟ فسر لي اياها وانت تعرفها ان شاء الله. محمد روح حط ايدي بس هذا صححوا المعمل الألباني وصححوا معمل البيبسي والكوكا كولا ويشين وجايين بالاحاديث. حياك الله يا محمد. يعني انت قلت الله علي بن ابي طالب يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته. بأين يعرفه؟ بهذا الدعاء اللي في الصباح موجود: قل يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء قبل أن يكون جل وعلا. هذا هو الله، هذه معرفة الله سبحانه وتعالى. مو تجي لي الله قاعد على كرسي طقطق العرش ومن ثقلي يصير طيط عقدين الله الثقيل. استغفر الله. بشوف الوهابية. لا انت اكتب يا ابو محمد، اكتب بالجوجل ضحك الله يضحك عند الوهابية. شوف، رأى رجلان يختصمان، فالله قاعد بيناتهم يضحك يضحك عليهم، عدينهم تعاركون يختصمون. قاعد الله يضحك على بس قاعد يشرب ابو التفاحتين ارجيله، مو حاط رجل على رجل وقاعد. لا بابا لا، وش نسوي؟ العيب عليكم كبار انتم، شنو تعال ملك. وديه وعيب صح وعيب. شنو هالسالفه هاي؟ وتقول لي عيب؟ شنو هالشغله هاي؟ تعال انت، تعال حبيبي ملك. شوف لي دول ليش يتعاركون. يلا من رخصتكم، وانا هسه شويه واجيكم رايح للحمام. هذا ربكم. اي والله والله مرة يقول رأى رجلان يختصمان بيناتهم، والله قاعد يضحك عليهم. رب العالمين. يقول لك يا وهابي العب تجاري. رب العالمين. استغفر الله، استغفرك لا اله الا انت. تسمع لك قال لك كمل هاي. هذا ربكم سلامكم قاعد على كرسي ينزل على الهواء. بالله عليك
على ربكم هذا الشاب الامرد الله يضيعكم يا وهابي. يضحك رجل على يدق اصبع وبعدين ينزل يقول يحط رجل بالنار واصبع بالجنه واصبع على الارض واصبع الطيش الوهابي. محمد هذا الزايد وهذا الزايد محمد. لا بس هاي صحيحة، هاي مال انه بالنار يقول كلما القي في النار فوج من الكفار فيقول يا نار هل امتلأتي، تقول هل من مزيد، فيضع الله استغفر الله رب العالمين. هذا رب الوهابية، يضع الله رجله في جهنم ويقول كفاها ألا تشبعين يا أيتها النار السخيفة، لقد أكلت كثير من المشركين. خليل شوية في السلام عليكم، حياكم الله. ما شاء الله ما شاء الله يعبدوا دمية. لا وفيها رجول بعد. عليكم السلام يا سيدي وقاطع. والله يعبدون ما اعرف شنو الشغل، بس عنده مادي مطيله ومطيه مع حمار يعني مثلا، فهمت علي يسوق، وهذا الحمار يضرب يعني مثلا ما انت من يسوق عليه وينزل. والله يضحكون دين الوهابية. يا ابو محمد الف رحمه على والديك، تبرع عني السيارة فورد حتى لو مستعمل، لان هو هذا رب الوهابي ينزل كل ثلث الثالث من الليل على بغله. يا اخي خذ لك فورد مستعمله نص عمر مضروبه مداقل خلي رب الوهابي خايف تربيها بين البيوت. في مايك انا قايل حق حسن وقايل لك انا الغوث هناك في رومهم، لا نزل امسك الحمار حقهم ابغى اشتغل عليه. بس شو اسمه اقول لك هذا الرقم يعني يحتاج الايد والرجل واللسان ضعيف. هذا شنو من اله بالله عليك؟ يحتاج الايد حتى يستعين بيها، وحتى يحتاج الحلق حتى يضحك فيه، ولا عيون حتى يشوف فيها. شنو هاي الشغلات؟ يلا مرصدكم ما تجي يا اخي. انا داخل في شغله والله استغفر الله، يعني عندهم انه الله جل وعلا حاشا الله هو رب الوهابية ينزل على بغله. طيب هذا البغله شنو بيها من مميزات؟ يعني عبري تدفئه اشارات في الشغلات يعني توب، يعني هاي بغله يجزي لكم الله. لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله رب العالمين، استغفر الله من اعوذ بالله من الشياطين والتنزيل. في ماي أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله مساكم الله بالخير، ومحمد صبحك الله بالخير، وباللي يظهر الخير لكم. حياك الله ابو حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس مستعجب انا فيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم اخوي الغوث، لان هذا ربهم طالع نازل، فالحمار ما يتحمل حشاكم، والحصان هم ظهره راح يعوره، البغل عنده قوة تحمل عشان يصعد وينزل باليوم كذا، يعني طول النهار طبعا طول اليوم، عشان على حسب الدول مو هو ينزل لهم الثلث الأخير من الليل، فأنت امشي ورا الليل على مدار الكرة الأرضية، فأي كان يتحمل إلا البغل، لذلك اختاروا البغل. فري. حياك الله اخت حول. الله يخليك الله يخليك شهوتي. لا بس هذا عجل لكم الله، هذا البغل مسجل يعني بيه رقم، سجل دائرة الصحة، هذا بيه يعني من الفيس عبور، بحيث يدخل الدول كل الدول يشترها، يعني تصريح دخول كل الدول هذا البغلة. لا حول ولا قوة إلا بالله.